السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل النهارده صنف من اساسيات السفرة المصرية في اي عزومة وفي اي وقت تقريبا: صينية الجلاش باللحمة المفرومة. عايزة اقول لكم اني مستحيل هغير الطريقة دي، لاني باخد احلى طعم لتعصيجة اللحمة، وكمان الجلاش بيبقى هش ومقرمش من بره، ومن جوه بيبقى طري ولذيذ ومورق، وكمان بيبقى طعمه خفيف مش تقيل على المعدة. متأكدة مليون في المية إن انتوا لو جربتوا الطريقة دي مش هتعملوه أبدا بأي طريقة تانية. فيلا نشوف هنعمله ازاي. يلا بسم الله نبدأ، ودي أحلى طريقة لتعصيج اللحمة. نص كيلو من اللحمة المفرومة هنحتاج معاهم لبصلتين حجمهم متوسط أو بصلاية كبيرة، بنفرمهم فرم ناعم في الكبة أو تبشروهم. بنقسم البصل لنصين، نص بنسيبه زي ما هو والنص التاني هنبهره بتتبيلة تجنن. هنزود عليه نص معلقة صغيرة من الكباب الصيني والفلفل الأسود، وأقل من ربع معلقة صغيرة من القرفة، بتدي ريحة وطعم حلو من غير ما تبقى باينة قوي. وكمان ربع معلقة صغيرة من الحبهان البودرة، ونص معلقة صغيرة من الملح، ونقلبهم كويس جدا. أنا دايما على فكرة بطحن الحبهان وورق اللورة مع بعض، وبستخدمهم في تتبيلات كتير. دلوقتي بقى نركنهم على جنب ونبدأ في تعصيج اللحمة. اللحمة بتاعتي ما فيهاش دهون كتير، فنزلت الأول بمعلقة من السمنة البلدي ونص مقدار البصل اللي معلهوش أي إضافات، وهنهدي النار ونسيبه يتقلب براحته خالص. ما تعلوش النار في المرحلة دي، نغطي الطاسة ومن وقت للتاني نديها تقليبة لحد لما تاخد لون ذهبي جميل. دلوقتي هنعلي النار ونضيف اللحمة، بنوزعها في الطاسة من غير ما نقلبها خالص. أنا عايزاها الأول تاخد لون حلو من تحت، والنار العالية بتخليها ما تنزلش ميتها. وعشان البصل برضو ما ياخدش لون أكتر من كده، هضيفه واحطه فوق اللحمة، وهسيبها بقى على نار عالية لحد لما تبدأ تاخد لون من تحت. بصوا مفيش أي مية ولا سوائل نزلت من اللحمة. وبحب جدا في اللحمة المعصجة إني مستخدمش لحمة فيها نسبة دهون كتير. هقلبها بقى، شايفين بدأت تاخد لون دهبي خفيف من تحت، وهسيبها برضو شوية لحد لما يعني ايه لونها كل الأحمر اللي فيه ده يروح. في المرحلة دي بقى هنزود نص البصل التاني اللي فيه البهارات والملح. بعد ما بنضيف البصل نرجع تاني نهدي النار، ونكون محضرين عصير طماطمايه او تبشروا طماطمايه عادي جدا، ونزود عليها يعني ربع كوبايه من المرقه او ميه، بس يعني هي المرقه بتدي طعم حلو للعصاج. بنحاول بقى ان احنا نفتفت اللحمه بالسباتولا او بالهراسه بتاعه البطاطس، ونظبط الملح في المرحله دي على ذوقنا. نشوف بقى يعني لو محتاجين اي اضافات تانية على ذوقنا بنحطها، ونغطيها ونسيبها على نار هاديه لحد لما تتشرب كل السوائل اللي فيها، وتبقى بالمنظر ده كده. انا مش عايزه فيها اي سوائل. بنجهز كمان الماده الدهنيه بتاعتنا، خليط ما بين الزبده والسمنه، هو احلى توازن وطعم وتوريقه وكل حاجه. الزبده بتدي خفه والسمنه بتدي طعم. انا بخلطهم بكميات متساويه، يعني ببدا بمعلقتين كبار من الزبده على معلقتين كبار من السمنه. هحتاج كمان للفه جلاش اللي هي الفيلو بيستري 500 جرام. بالنسبة بقى لاختيار الصينية، فده يرجع انتوا عايزين الجلاش ازاي. لو عايزين عدد طبقات اكتر وتوريق اكتر، بنقص الجلاش من النص ونستخدم صينية بنص حجم الورقة. تمام. لو عايزين عدد قطع اكبر، بنجيب صينية تقريبا نفس حجم ورق الجلاش. الصينية بتاعتي تعتبر يعني أصغر حاجة بسيطة من حجم الورقة، فأنا هقص الورق على حجم الصينية، والقصاقيس اللي هتطلع دي هحطها في وسط الطبقات بحيث تزودها وتديني توازن كمان. فهوريكم هنعملها ازاي. بنعد ورق الجلاش ونقسمه لاتنين، وطبعا ده بيسهل عليا وانا بشتغل، ولازم تبقى متغطية طول فترة الشغل علشان ما تنشفش. بندهن الصينية من تحت ومن الجوانب كويس جدا بالمادة الدهنية. أنا حطيت ورقة زبدة علشان بس أحافظ على الصينية لما أجي أقطع ورق الجلاش. أهم حاجة قبل ما نبدأ كده نشيل ورقتين سلام يتحطوا في قعر الصينية، وورقتين زيهم للوش، علشان نحافظ كده على شكل الصينية بتاعتنا. زمان أمهاتنا كانوا يدهنوا ورقة ورقة بالمادة الدهنية، بس بصراحة بتبقى تقيلة ودسمة قوي. لا، احنا هندهن كل ورقتين بالمادة الدهنية، وبالطريقة دي بتطلع لذيذة ومورقة وفي نفس الوقت خفيفة. طبعا احنا هنكمل لحد لما نخلص النص الاولاني من الورق، بس قبل اخر ورقتين فيهم هنحط بقى القصاقيس اللي احنا كنا شلناها من ورق الجلاش في النص علشان ما يبانوش، مش هيبانوا خالص. وبعد ما بدهنهم بقوم حاطه الورقتين، ومش هندهن حاجه لان احنا هنحط اللحمه المفرومه فوقهم. نوزع بقى طبقه اللحمه كويس جدا ونضغط عليها، نضغطها كده بالسباتولا علشان ما تتفرفتش كده لما نيجي نقطعها.
كده خلصنا النص الأولاني من الورق، هنعمل نفس الكلام في النص التاني، وأنا كان عندي نص القصاقيس اللي باقية هنحطها برضو في وسط الطبقات علشان ما يبانوش. أهم حاجة عندي إنه وش الصينية يبقى الورق فيه سليم علشان الصينية تبقى مهندمة وبنت ناس. بس كده خلصت كل الطبقات، ندهن بقى الوش ونتوصى بيه عشان ياخد لون حلو كده في الفرن، وبعدين ندخل بقى الأطراف دي كده بظهر سكينة أو بسباتشولا أدخلها لتحت كده علشان برضو تبقى مهندمة وجميلة. ونحاول بقى بالسكينة كده ناخد علامات قبل ما نقص القطع علشان يبقوا بقدر الإمكان قد بعض. وطبعا الحجم على حسب ذوقكم، بتحبوها كبيرة صغيرة دي حاجة ترجع ليكم. طبعا طريقة تسوية الجلاش المصري بتاعنا غير البوريك اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات، التشريبة مختلفة وطريقة التسوية كمان. احنا مش هنحط التشريبة دلوقتي، انا بكون مشغلة الفرن قبلها بنص ساعة على درجة حرارة 180 لو مروحة و190 لو فرن عادي، وهسيب الجلاش في الرف الأوسط يعني تقريبا 10 دقايق، وبعد كده هنطلعه نسقيه بالتشريبة. هحتاج لبيضة حجمها كبير، ولو البيض صغير زي بلدي مثلا ممكن يبقى 2، رشة ملح ورشة فلفل اسود. نضرب البيضة بقى كده ضرب مبرح علشان نتأكد ان هي بقت فلافي كده زي ما انتوا شايفين. هنزود على البيضة كوباية من السوائل، اما ان انتوا تستخدموا كوباية كاملة من الحليب، او زي ما بفضل انا دايما لو عندي شوربة باخد نص كوباية شوربة واكمل النص التاني من الحليب. بالطريقة دي الطعم بيبقى يجنن، خفيف ولذيذ، يعني لازم تجربوه. هنضيف كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ونقلب كويس جدا علشان يتوزع، وكمان ما يبقاش فيه اي كلاكيع من البيكنج باودر. بعد ما الصينية كانت قعدت تقريبا 10 دقايق ربع ساعة، يعني يدوب بس كده تاخد لون خفيف من تحت، هنوزع بقى التشريبة على الوش كده. وطبعا انا بستخدم المصفى دي علشان ما يبقاش فيه اي كده قطع من البيض على الوش وبيبقى شكلها مش حلو. الصينية بتاخد تقريبا 40 دقيقة في الفرن علشان تتحمر كويس، وفي آخر 10 دقايق برفعها للتلت اللي فوق علشان تتحمر من غير ما اضطر ان انا استخدم الشواية. وطبعا كل 10 دقايق بحرك الصينية واضيرها علشان تاخد لون متجانس من كل النواحي، ولو في جزء اتحمر قبل بقية الصينية جامد بنغطيه بحتة فويل. مش قادرة أوصف لكم قد إيه بتبقى لذيذة، ميكس يتجنن ما بين إنها تبقى هشة ومقرمشة من بره وطرية ولذيذة من جوه. لازم تجربوها، وكمان تجربوا صينية البوريك اللي عملناها في الفيديو اللي فات. أشوفكم على خير، سلام عليكم.